الناس اللي بتسأل عن الدجاج البرازيلي وهل طعمه في الأكل حلو ولا لأ، ده شيف في مطعم في السعودية قال رأيه بكل صراحة. قالك إن المطاعم والفنادق في السعودية بتشتغل بالفراخ البرازيلي أو الفرنسي، سواء في المشويات سواء في البوفيهات. يعني مصر بتجيب لحضرتك أنضف حاجة. وأنا شيف فنادق في السعودية وعلى علم، والحمد لله أي حد يتخير بين الدجاج المصري أو البرازيلي المستورد قولا واحدا يختار البرازيلي بدون تردد، حتى لو غالي وحتى لو هو أغلى من السعر المصري. ليه بقى؟ قالك لأن قبل اعتماد الشحنة بتطلع لجنة بيطرية بتفحص 4 نقاط هامة لازم توفرها قبل اعتماد المجزر أو المزرعة. منها أول حاجة نوع العلف، نوع المرعى، نوع سلاح المجزر، مواد تنظيف المجزر، تنظيف الأرضيات، ونوع الحنفيات. نوع الحنفيات ازاي بقى؟ نوع الحنفيات قالك نوع الحنفيات نفسها بتتفكك وبيتشاف إذا كان قلبها نحاس أو معدن رديء بتترفض. ونوع أكياس التغليف، صبغة الكتابة على الكيس نفسها، وبعد ما تتشحن بتتراجع. وفي نفس الوقت كمان بيتراجع سجل الفريزر وتتأكد إنها طول الرحلة ما نزلتش درجة التجميد، وتفحص مرة أخيرة ويسمح لها بدخول الأسواق. ولو اللجنة البيطرية من الجيش بتكون شروطها أصعب بمراحل كتير جدا من لجنة وزارة الزراعة. ده كان رأي الشيف محمد حسين، شيف بفنادق السعودية. قولوا لنا رأيكم في التعليقات، والناس اللي جربتها بقى من المصريين من منافذ البيع ومن الجمعيات الاستهلاكية تقولوا لنا رأيكم بكل صراحة، ومنتظرين رأيكم في الكومنتات. وفي نهاية الفيديو ما تنسوش لايك للفيديو واشتراك لو أول مرة تزوروا القناة. ونشوفكم على خير في فيديو جديد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.